بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. يتابع الجمهور البرازيلي لكرة القدم أزمة البث التلفزيوني لمباراة الدوري السعودي بسبب غياب نادي الهلال عن الاختيارات. وعبر الجمهور البرازيلي عن غضبه بسبب تجاهل بث مباريات نادي الهلال في البرازيل منذ إصابة نيمار جناح الفريق. الجمهور يؤكد أنه يريد متابعة ميشائيل ومالكوم والمدرب البرتغالي خيسوس صاحب التاريخ الطويل في البرازيل، واصفا الاختيارات في بث المباريات بالعبثية. وعلى جانب آخر، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارا رسميا عن عدد اللاعبين الأجانب في الأندية عن الموسم الرياضي القادم، حيث تقرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبا بدلا من 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل نادي من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءا من الموسم الرياضي المقبل وفقا للاشتراطات التالية: 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، لاعبان 2 غير سعوديين من مواليد عام 2003 فما فوق بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في الأندية والمواهب لدى الأندية، استمرار أحقية كل نادي في تسجيل لاعب واحد محترف مواليد المملكة على أن يكون من مواليد عام 1998 فما فوق، ويحق لكل فريق مشارك في الدوري السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى، بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة، ويستثنى من ذلك مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين. ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية وإدارة المنتجات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عديد من ورش العمل مع الأندية. وعلى جانب آخر، طالب الإعلامي وليد الفراج بإنهاء حالة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، لذلك قدم طلبا هاما لسعد اللذيذ المسؤول عن برنامج استقطاب النجوم في دوري روشن. وقال وليد الفراج في تصريحات له: لو كنت مكان سعد اللذيذ لخرجت في مؤتمر صحفي مفتوح بحضور كل وسائل الإعلام وتحدثت بالأرقام عن مشروع الاستقطابات ولجنة التعاقدات. إذا كنتم متأكدين من إدارة مثالية لهذا الملف، فليس هناك ما يمنع من إيضاح الصورة لكل الناس ليعلم كل مدرج ما هي مشكلة ناديه. وظهر سعد اللذيذ في لقاء قبل أشهر قليلة ليفتح ملف كواليس التعاقدات الأجنبية في الدوري، وتسبب حديثه التلفزيوني في غضب إدارات الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بسبب عدم المساواة بين الأندية في التعاقدات. وأخيرا، علق البرتغالي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال على فوز فريقه الصعب أمام الفيحاء، حيث حقق نادي الهلال فوزا صعبا أمام الفيحاء بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الهلال إلى المركز الأول برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 19 نقطة في المركز ال11. وكانت تصريحات خيسوس عقب انتهاء المباراة كالتالي: كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، خط دفاع نادي الفيحاء منظم، واجهتنا بعض الصعوبات في الشوط الأول خصوصا فيما يتعلق بتسريع اللعب. فلاديمير حارس مرمى الفيحاء يملك خبرة كبيرة لكنه يضيع الوقت كثيرا، خصوصا في الشوط الأول أهدر الكثير من الوقت قبل أن يستبدل بين شوطي اللقاء. بين شوطي المباراة تحدثت مع اللاعبين بضرورة السعي لتحقيق الفوز، ومع بعض التبديلات الفنية تمكنا من الفوز خصوصا بنزول محمد البريك وتغيير مركز سافيتش. سأمنح لاعبي الفريق إجازة طويلة، سيكون موعد عودتهم للتدريبات في 15 من شهر يناير المقبل، وتواجد عدد كبير من لاعبي فريقي في المنتخب السعودي يجعلني متشوقا لرؤية مبارياته. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.